الدار، ضم الدمعة في العين، خلي الدمعة تكبر، دهرك عنده منظر، تربى اليها منحار، جرح برقبتي حسين، من دمعتك أكبر. لقضاء حوائجكم واستجابة دعائكم وتقبل أعمالكم وتعجيل الفرج لولي الله الأعظم، وعلى حب رقية يتيمة الحسين وقاضية الحوائج، طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم ولوالديكم. الثالثة على حب فاطمة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا عبرة المؤمنين، يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. السلام على الشفاه الذابلات والأجساد المرملات والرؤوس المشالات. السلام على الخد التريب والشيب الخضيب والجسد السليم. روحي وما ملكت يميني وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وأقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب الإمامة والردى، وجهت سلامي إليك وجعل أفئدة من الناس تأوي إليك. ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجا والتجا إليكم.
فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا. ويا زينب فديتك، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالماصرات تصب الدم عقيانا تدعو أبا أمير المؤمنين يا علي يا والدي حكمت فينا رايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمان إلا ليلة رقية. وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأويه يتامانا. إن عسعس الليل يا أبويا، إن عسعس الليل وأرى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الأقذال أجفانا ما ظنيت يا عم ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلنا بلوالي. ما ظليت يا عم ولا كانت على بالي ويا عاد عشيرة بيوم نفقدها وظلنا بلوالي. قال
حتى نشوف وليانك ويمك سادهم ننعى، نغسل جنايزهم من العينين بالدمع يسكن ولينا يقوم ينظر حالك وحالي. ولي راحت للمعارة شلون يا محبين روحتها، راحت للمعارة شلون يا محبين روحتها، على ديك الاجساد الدير سكنة بايد عمتها، وياهم حرم ويتام كل من تدون هامتها، وياي وصلوا يم جنايزهم وصار نياحهم عالي. اعذرني والزم قلبك عاد، ابغي دمعة الشباب. يا عم انصدع قلبي من الشبان مصروعة، جنايز شيف نعرف ومن الروس مقطوعة، ومن اللي بجنب حسين حتى مكسرة ضلوعة، قالت لا تنشديني يا سكنة انصدع دلالي، هذه جثة ابن امي ويتكلم من المنحار. هذه جثة ابن امي ويتكلم من المنحار، وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي اكبر، وهذا معرسش طايح على التربان ومعفر، فجان حسين بمصابه يا سكنه واندغش بالي. ويلي 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 أليس في بيوتكم العامرة أطفالا في عمر رقية وأطفالا في عمر عبد الله الرضي؟ مو من كانت في هذا العمر تلاعب ذلك الطفل أخاها. ويلي ويلي ويلي. الصادق يقول حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. وزعت الرؤوس في اليوم 11 من المحرم، رفعت تلك القبيلة 30 رأسا وتلك 20 رأسا وتلك 10 وتلك 5، تنازعت قبيلتان في رأس من الرؤوس. تقول تلك القبيلة هذا الرأس لي، وتلك القبيلة تقول هذا الرأس لي. قال حرملة يا عمر بن سعد عندما صرعت الطفل على صدر الحسين، رأيته قد واراه خلف الخيمة، خلينا نطلع ونقطع راسه، ونعطي لهذه القبيلة رأسه. جاءوا يضربون الأرض بالرماح حتى شكه أحدهم واستخرج ووضع على صدر الحسين
الحسين وقطعوا رأسه. يجيك ما هو عظم يبكيك. يقول رفع رأس عبد الله وعبيد الله بن زياد على سطح قصر الإمارة. عندما أقبلت الرؤوس من كربلاء قال لمن حوله: لماذا رفع القوم رمانه على طرف الرمح؟ قالوا: ليست تلك برمانه، حقق النظر فيها. يوم اقتربت الرماح قال: هذا رأس طفل صغير. جرها عاد. يا عمي وشن ولا بصدر حسين مطروحة، هذه جثة صغير بسهم البين مذبوحة. قالت: هذا طفل حسين وجب ذمك المجروحة. صار المغد صدر حسين لا والمغد خالي. وين اللي فاقدين شباب يقرون وياي وغادعون ومحمد البيهم ليل سهرانه، كل واحد رسم مقصوف منهم قول محانه. وابو فاضل على الشاطئ وهل مقطع اخوانه. يا سهم البين بسك عاد بالله ترحم بحالي. الله يا سهام البين صابتني بهالسفرة. أعلى أعلى. سهم الصاب قلب حسين صوبني عقب صدره. وسام الصاب عبد الله يوم الطوقوا نحره. وسهمك يا قمر عدنان ترى صوب دلالي. كلكم تحبون فاطمة لولا وتذوبون فيها لولا. وسامحني لو جرحتك لما بالسهام ذقول خلي العتب عنك. روحي سايل المسمار يوم الصاب صدر امك. عرق الباب ذاك اليوم منا محترم. خذريت وعصرت فاطمة بالباب ما خلت الجوالي. صاح ضيعني ابن امي وخلاني غريبة. أنا لا أهل عندي ولا بلد يمي قريبة. عنيش دعوة يا علم طول الغابة ما تلقى زينب وياها نساوي. أين الصارخون برفيع أصواتهم وأحسن بعد وأحسن أعلى أعلى وأحسن. لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخنا حبيبي تفضلوا. فديت عمرك الشريف حياكم الله. الله يحفظ عمرك الشريف. كثيرون هم الكرماء وكثيرون هم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وكثيرون هم الذين يقدمون الطعام ويبذلون المال في سبيل الله. ولكن وما وراء ولكن ليس في ذلك فضل كبير كما يعبرون. ما دام هؤلاء يملكون فاضلا من الطعام وموفورا من المال. أروع صور البذل وأروع صور الإحسان وأروع صور الإنفاق وأروع صور البذل هو عندما تعطي لفقير ما أو لمسكين ما أو لمحتاج ما رغيفا أو درهما وأنت في أمس الحاجة إلى ذلك الرغيف أو إلى ذلك الدرهم، فهذا ما يعرف بالإيثار. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أروع صور الإيثار في كل تاريخ الأرض. إيثار لا يماثله إيثار، وإن كانت هناك في التاريخ صورا للإيثار ما أروعها، لكن الإيثار الذي له الصدارة على كل الإيثارات إيثار علي وفاطمة وابنيهما في قضية تاريخية اقتطع القرآن الكريم لها مساحة على صفحاته، أو خصص الله تبارك وتعالى لذلك الإيثار سورة من سور قرآنه عنوانها سورة الإنسان أو سورة الدهر، والمقاطع التي مرت من ضمن مقاطعها. حتى لا أطيل أيها الإخوة الأحبة بوجود هؤلاء الجهابدة وعمالقة المنبر، والليلة ليلة مصيبة. مرض الحسنان عليهما السلام، أصابتهما الحمى
والحمى تترك أثرها في الكبار، فكيف إذا كان طفلين صغيرين؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لعيادتهما. إن أغلى ما في حياة رسول الله وأقرب ما إلى قلب رسول الله هي الصديقة فاطمة، وهي وحيدته وبضعته، ويكفيها فخرا واعتزازا أنه صلى الله عليه وآله قال: فاطمة روحي التي بين جنبي. العلاقة بين رسول الله وبين الصديقة فاطمة لا تصفها الكلمات أو البيان أو الشعر أو غيره. النبي في كل يوم يطرق باب فاطمة، يطرق باب فاطمة، لا كما يفعل البعض عندما يقتحم الدار، يعني يقتحمها من غير إذن أهلها، وإن كانت تلك الدار فيها ابنتك فإنها انتقلت من ولايتك إلى ولاية غيرك، فتلك الدار لها حرمتها ولها كيانها ولها ثقلها عند صاحبها. النبي صلى الله عليه يطرق باب فاطمة، يحرك حلقة الباب، يستأذن للدخول عليها. تقوم فاطمة عليها السلام لفتح الباب لرسول الله، فإذا دخل النبي أغلق الباب عليه وضم فاطمة إلى صدره، كان يقبلها على كفيها ويقبلها بين عينيها ويقبلها على جبهتها. وما أروع تلك القبلات من رسول الله لفاطمة، وما أروع القبلات من الأب لابنته، تشعرها بالحنان والعطف، تشعرها بالأبوة الحانية. ثم يمضي النبي صلى الله عليه وآله إلى مجلسه المعد في دار فاطمة. النبي في الأغلب العام عندما يأتي إلى دار فاطمة يتسابق الطفلين الصغيرين لاحتضانه، فهذا يرتمي على صدره وذاك يرتمي في أحضانه، فيقبل هذا ويعانق هذا. النبي يلتفت يرى فاطمة تمضي إلى غرفتهما أو إلى دارهما، فتأتي بهما إلى رسول الله. الرواية تقول عندما وضعتهما أو قام النبي لأخذهما منها، وضع هذا على فخذه الأيمن وذاك على فخذه الأيسر، فانكسر رأس هذا على صدر. هذه معنات الذبول والانكماش. وانكسر رأس ذاك على صدره. في الأثناء دخل أمير المؤمنين عليه السلام وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، وبجواره الصديقة فاطمة، وهناك في الزاوية خادمتهم فضة. النبي صلى الله عليه وآله لو رفع كفيه في الحال والوقت ودعا لهما لتغير الحال تماما، لكن هنا دروس رائعة يقدمها رسول الله ويقدمها أهل البيت عليهم السلام. فقال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: لعلي، يا علي، ما ضرك لو نذرت في شفاء ابنيك. هم رواية تقول قال لهما: ما ضركما لو نذرتما في شفاء ابنيكما. وإن كانت الصديقة فاطمة لها من علو المقام ورفيع الشأن ما لها، لكن هي زوجة، وهنا زوج تمتثل أمره، أذن لها بالنذر تمتثل أمره، منعها من النذر تمتثل أمره. هذا قانون النذر موجود في الرسائل العملية، وقد خصص الفقهاء والمراجع الأعلام من فقهائنا ومراجعنا بابا للنذر،
كما خصصوا للصلاة بابا وللصوم بابا وللزكاة بابا وللحج بابا وللجهاد بابا. وأدرج الفقهاء الكثير من الأحكام الشرعية المستنبطة من مصادرها تحت ذلك العنوان. نذر علي ونذرت فاطمة، والنذر لا ينعقد إلا بصيغته، والصيغة أنت على علم بها ودراية. قام النبي وانصرف من الدار، أخذتهما فاطمة إلى دارهما، ما هي إلا لحظات. وأنا دائما أنصح الناس انظروا لرقية. رقية ندورة ولا يتسع المقام والإضبار أن أذكر لك بعض من فضائلها وكراماتها، بس هذه صغيرة ويتيمة، وكانت تفرش المصلى لأبيها وتنتظره عليه. أحبها الحسين لأنها إن صح القول هي آخر العنقود له من الإناث، والأنثى الصغيرة عندك وعندي مدللة. اسأل أي واحد إذا عنده بنية صغيرة في عمر رقية يحبها. هم يسامح لي الشيخ والمشايخ حفظهم الله، اللي يسوي بنت رقية حبا في رقية هيصير بيها حاجتين أو صفتين أو خاصيتين. صياحة هم تتعلق بأبوها أكثر من غيرها. ما هي إلا لحظات، وإذا بالحسن يغادر الدعوة يغادر من ورائه أخاه الحسين. إذن هناك تماثل للشفاء. إذن هناك ماذا؟ وفاء بالنذر. الوفاء ماذا؟ مضى أمير المؤمنين عليه السلام إلى جار الله، أبرم اتفاقا بينه وبينه أن فاطمة بضعة رسول الله تعالج صوفك، أخذ من عندك صوف تعالجه فاطمة، نقسمه لك أثلاثة، كل ثلث تعالجه فاطمة، تتقاضى أو نتقاضى عليه ماذا؟ شعيرا. بالله عليك ناس روح تتهافت عند المراجع أو عند الفقهاء علشان شنو؟ خاتم عاد اللولة، أو لما يعطيك خطيب أو عالم دين عباية، أو يعطيك غترة، أو صار عندك دوس مكان اللولة. لله هذا الجار الذي تعالج صوفه فاطمة، هذا اليوم لو يعرض في مزاد هذا الصوف في مزاد وتتهافت الناس لشرائه بملايين، فاطمة تعالجه بيديها. انتهت من الثلث الأول، رفعت من الشعير ثلثا، طحنته، عجنته، خبزته، أعدته 5 أقراص، وضعت على الخوان، طرق الباب. هذا وقت حرج، هذا وقت الإفطار، وقت حرج عند الناس، هدوء. وإذا الطارق يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، عرف نفسك. والله يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، مسكين من مساكين المسلمين. رفعت له الصديقة فاطمة بأمر من علي وبرضا منه الخوان وما عليه، وباتوا جياعا لم يذوقوا إلا الماء القراح. وفي الليلة الثانية أعدت الأرغفة أو الأقراص ووضعتها، وطرق الباب، السلام عليكم يا أهل البيت. كرمهم مو شوية، عطفهم مو شوية. إذا أنت في نعمة اليوم تشوفها عليك موفورة كلها من بركاتهم. والله هي الدنيا، كل الدنيا إنما تنتعش أرزاق الناس بفضل وجودهم وبركاتهم. وترفع الصديقة فاطمة الأقراص أو الأرغفة وتعطيها
لليتيم وباتوا جياعا. ثم يقف ماذا؟ الأسير ويكفيه رغيفا لا، وترفع له فاطمة الأرغفة وتعطيها إياه وينصرف. و3 ليالي لم يذوقوا إلا الماء القراح. قل لي بربك، هل هناك إيثار كهذا الإيثار؟ أنفس شريفة عفيفة طاهرة كهذه الأنفس. الله يقول في سورة الرحمن كما أعتقد: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقابل هذا الإحسان والإيثار بماذا؟ ببنية صغيرة من بناتهم غفت عيناها على المصلى، يأتي لها العين يرفسها، فتقوم مذعورة من على المصلى. هي مو رواية، هي كلام أحد الخطباء القدامى. يقول يوم قامت مذعورة من على المصلى راحت وقفت هناك، قال لما أنت واقفة؟ انصرفي. شافها عيناها طايحة على مصلى أبوها، فكأنما أذن لها بأخذ، رجعت رقية ورفعت المصلى وشالته ومضت به إلى الخيام. ترى رقية ليلة 11 يوم زينب وقفت على باب الخيمة وصاحت: يا ليلى، قالت لبيك سيدتي. يا رملة، لبيك سيدتي. يا رقية، قالت لبيك عمتي زينب. لكن كانت حاضنة مصلى أبوها مخليتنا بصدرها. وطلعت يوم 11 رقية والمصلى وياها. ما أدري هي هذه الطفلة أو غيرها، بس لعلها هي. يقول أحد الرواة: إجا زينب إلى سكينة قالت: يمه ما أمن على رقية إلا وياك، خليها عندك بالناقة. أردفتها مع سكينة أختها، قالت: لا تنعمي عنها، يمكن تطيح يمه رقية، كون يلزميها زين. يقولون في الصحراء في ذاك البر الأكفر، يقول بس عين الله ما تنام، نامت سكينة وطاحت رقية. يوم طاحت رقية وقف الرمح، هل شايل راس الحسين. قلت لك عزيزة عليه. وقف الرمح، يريد الله جاي لنا يحركه، ما تحرك. جاءوا للسجاد: ايش بي راس ابوك ما يمشي؟ قال: طفلة من اطفاله طاحت. هذه المكلفة زينة، والحمل كله على زينب. جت لزينب قالت: وين راس اخويا؟ شوف وين طالع، وين عيناه؟ طالع الزينب وشافته، شافت راس اخوها قد شخصت عيناه الى هالجهه، مثلا جهه معينه. راح الزينب تركض وتصرخ في البر: يا رقية، رقية. أجابتها رقية من البر: يا صغيرة، عم زينب. هو أقول لك حافية رقية، شيخنا فديت عمرك، اكتب هالمعنى. شفت أنا واحد من الخطباء عند الحسين والله ليلة 40، وقال لي: مولانا أنا شفت امرأة ما أدري من هذه، متجلببة بالسواد،
قالت لي يما إذا قرأت الليلة على رقية أو باكر اذكر هذا الأمر في رقية، الخطباء ما يذكرونه. قلت لها وما هو؟ قالت لي يما رقية حتى أسنانها كسروا. طفلة وحافية وتركض بالبرية وشوك وحجارة ومذعورة، إذا طاحت على وجهها ما بتتعور يعني؟ أو ما انضربت رقية؟ والله امتحانات. حتى إذا وصلوا الشام وفي الخريبة، وفي الخريبة لا عاد من نياحتك، في الخريبة انتبهت رقيات. عاد هالمرة صيحتها مو مثل كل مرة، صيحتها صيحة. كل ما هدأت عمتها وركدتها قعد يمه، قالت أريد أبويا، فقد رأيته في منامي وقد ضمني إلى صدره. يقول فحففنا النساء حولها باكيات لاطمات. يقول سمع اللعين صراخ رقية وصراخ العائلة. فقال ما عند العائلة الحسينية؟ الصاير عند يتامى الحسين. فأخبروه أن طفلة قد انتبهت من نومها تطلب أباها. قال لهم ودوا لها راس أبوها. يا الله أكبر. أين البراءة؟ أين البراءة؟ يوم جابوا لها الطشت ووضعوه أمامها وهي في حجر عمتها، قالت عمة أنا لست جائعة، أنا مو جوعانة، أنا مو جوعانة، تجابي لي طشت يعني أنا جوعانة، أنا أبغي أبويا. في أبيات أقرأها لك. فريت مدعورة من الخامة شجية، صاب الشريعة ويمنت بيسرة رقية. القصيدة إلى الشيخ الله يحفظه الشيخ محمد جمعة. حرقوا خيمنا وطاح بالحومة ولينا، ما يدري من بعد أبو الغيرا ولانا، طول الغابة وغابة طالت علينا، عندي عتب وياه ما يلتفت ليا. الزم قلبك، هاي الخدور مروعة كلها ولوها، وخيمنا من بعد السلب كلها حرقوها، ومخدرة عباس من بعد سبوها، فرت بنات المرتضى حامل حمية. ويلي فريت لك يا حسين وياي الحراير، وشفتك يا ابويا مجدل بين العساكر، وانت سليب معفر تحت الحوافر. ويلي
وانت سليب مغفر وتحت الحوافر. شلون اودعك شلون اودعك وانظرك قبل المنية. وطلعت رقية تدورك ما بين الخدور والخيل دهشت غيبويا وظلت تدور وشافتك جثة مسلبة والنحر قعد منحور ما ميزتك يا غريب الغادرية. إذ قل لي يا سكنة شلون أبويا ما عرفته ولا عرفني ولا فزع لي وأنا بنته. ما صار ساعة بالمخيم من تركته. والله غريبة والدي تغير علي. حنون أبوك حنون ما يتغير على أحد. ويلي ويلي قومي يا سكنة نشوف بالله شل بصر بيه. ودنا نودعى للمنية ونمد رجليه ونوسد للموت يختي ونسبل يديه. نغسل جروحه ومنحر بدمعة جريه. والله نبيت يقطع القلب عاد. ويلي ويلي والله عجيبة ما حضر لوافي الباس. اتوسد يمين على النهر عمي. لا ما هي قراية عاد لوحات. والله عجيبة ما حضر لوافي توسد يمين على النهر عمي. جنا أبونا على النهر وجثة أبونا على النهر بالخيل تنداس. عند خبر رضت ضلوع الأعوجية. لا تتعب عاد ولا لا تتعب. ويلي 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 ويلي. انت متصور طفلة تشوف راس ابوها على ذروة رمح وتعرف هذا ابوها، لكن متغير عليها. ليش متغير؟ لأنه ضربة بجبينه واللحية صاير الدم عليها جامد وشعر أبو علي متدلي على جبينه عاد اللولا. ويلي ويلي ويلي. لا تلتفت فوق الرمح عينك علي. خافي تموت من الحزين بنتك رقية. خافي رقية تموت من تسمع حلونين ونينك شعبنا على الرمح يا قرتل. ما تقدر تشوفك قطيع الراس يا حسين وعينك على مركزة بعبرة جرية. أنا وياك الليلة والله. ويلي ويلي. عينك عليها ودمعتك تجري ويا الذموم وتنظر جبينك بالحجر يا حسين مهجوم. بنتك تريد تقبل خدودك يا مظلوم. تقول
لك يا ابويا من الرمح انزل شوية، يعني ما أطالك يا ابويا، نزلوا شوية لي. انزل يا ابويا من الرمح بلتك حزينة، ذلغة ونغرغة الذي سوق الضعينة. والله بيدب قلبك عادل. عم الشوفية ابو الفضل عباس وينه يلحق علينا بغيرته قبل المنية. والي 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 انزل يا ابويا وعاين احوال اليتيمة، وانت علينا بهالسفر يا حسين خيمة، والله غضيمة هاليتم والله. يلا عاد حلفك بيها، والله غضيمة هاليتم والله عظيمة، عقب المعزة على الغزل بنتك سبية. والي 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 والله دوبت قلوبنا شيخ محمد. شوف اليتيمة على الوطية تقوم وتطيح، تنظر يا ابويا بشيبتك تتلاعب الريح، والدمعة بخيوط الدمى من المنحر تسيح، سالت يا ابويا على الحريم الغاشمية. اسمع ابويا فدت عمرك، اسمع ابويا. انزل يا ابويا من الرمح نشف دمحها، لو خدها فوق على الرمح سكن وضحها، جن الغزيلة بغالسفار كسرت ضلعها، جنا يا ابويا على الجمال أمنا الزكية. قال لها اللعين رأس أباك في هذا الطشت، قامت رقية عن حجر عمتها، جلست أمام الطشت رفعت المنديل، وضعت يدها الصغيرة على رأس أبيها. أبويا أبويا أبويا، والله ما حشي ما حد، والله ما حشي. اي والله ما حشي ما حد الليلة على رقية ما حشي. ويلي 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 ويلي، ثلاث كلمات صيحت الملائكة مو بعد عمتها زينب. وضعت يدها على جبين أبيها. أبويا أبويا من الذي رضخ جبهتك؟ أبويا 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 سامحوني. قالت لأبويا من الذي كسر أسنانه؟ هذا كله ولا أبويا 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 من الذي قطع رأسك؟ وضعت فمها على فم أبيها تقبله، وانحنت فوق تشمه، ودمعها بخدها صفو. يمين امسح الدم شهقته غابت الروح،
ضجت بنور كعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة علي ملددت طفلة أخوها غمضت منها العين عن حجر غرس أبوها شالت أبلوعة وحني دارني النسوة عليها جددا ومات محسن وهو تسكن على جنازة اختها معولة أخلو صارت اللطمة على الصدر ونياحة صيح موتك ناح على عظام وفتت لنقلب مددا والناس تتفرج علينا بالذروب لشك جيب عليك لكن ما بقت لنا هجوم والدمع قرح ولا ضل دمع لجلك نهمله ويلي ويلي للي برعاد بقرة للي برعاد شالت غزانة أبالها رقية نايمة قالت يا نساء افسحنا لرقية أريد أضجحها قال لها السجاد عم زينب رقية ليست نائمة رقية ميتة ماتت تدرون له صرخت على رقية وشق جبهة منو حميدة قعدت ويلي 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 على بنت خالي صديقتها يا ويلي على دمعة رقية على يتم رقية طرشوا لغاسلة تغسلها اجت كسرت قلب زينب يوم دخلت الخريبة تقول وين 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 ابو البنية المتوفي عندكم ما تاخذ اجازة قالت لها ابوها ما موجود يوم راحت له وشافتها لطمت على صدرها قالت ويلي ويلي ايش فيها الصغيرة ايش فيها جميلة وردة ايش فيها ميتة اوقعت من شائع قالت لها زينب لا ماتت على راس ابيها والله لا اجرح قلبك قالت لها جسمها مخضر ومزرق ومحمر قالت لها من ضرب السياط اين الصارخون واحسن صرخة صحت يا عمه بالعجل ودي خبر كربلاء خلى يجينا والفضل يحفر قبر والشهيد حسين خلى جيب كافر وسذر والولد الاكبر يشوف اخته ونعشها يحمله ويلي هذا بيت لله ما بكى بيت لله ما بكى شلون ندفنها اليتيمة والأهل كلهم أغيار بين عدوان وجنازة معطلة وبلدة جنار
وين جذنا وين ابونا المرتضى داحي الباب، وين اهلنا ما درى وعدنا جنازه معطله. بس اقول لك في نهايه المطاف غسلت رقيه وكفنت ودفنت. الحكي على اللي بقى في كربلاء. اكتبوا في هالمعنى مشايخ. شفت انا واحد، انا كنت عند حسين وجا واحد يطوف كفن، جايب كفن يطوف على الشباك. عاد المؤمنين صوب، قلت له شوف هذا ما يخاف الله يطوف كفن على الشباك. قام له قال له خاف الله، ودي كفن كنا جاي، ودى الكاظميين والعسكريين تطوف جفن على شباك، صاحبه قد لف في بحرين. لا فينا فحصين. أريد أن أنشدك ما شربت يا دفان، بخيت قلب لو دفنت حسين عطشان. والله يا دفاني الولي ردان علي عطشان، خي ما شرب قطرة مي. يوم دفنت كان بخيتي بنيه، بل شتر ذروحه ترى ومات عطشان. اوديك كربلاء واسالك الدعاء. يوم طبت زينب كربلاء وغمزت اصابعها في قبر الحسين وانت انوياها، وغمزت اصابعها سكينه وانت انوياها، وكذلك ليلى ورمله. بس قال لزينب وين اصابع دجل صغيره، وين كف دجل صغيره، والرقيه يا زينب. قالت له مستحيه منك يا اخويا، رقيه ماتت. ويلي 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 ويلي. هاي قريتها بالماتم، بعد اقرا لك. تقول زينب على قبورهم دني ابقضي منهم وداع، ومن القبر للقبر بمشي لو بلقنا، بلجي المروه تحرك الحلوين الاطباع، ويتنغروا لمن يشوفوني بالاخمار. احنا غير حسين والذنوب واي جفت ثجيله. احنا غير حسين ما عنا وسيله، والذنوب واي جفت ثجيله. احنا غير حسين ما عنا وسيله، والذنوب واي جفت ثجيله. اللهم صل على محمد وآل محمد
برقية أما يجيبون المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ما شاء الله أما يجيبون المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما نقسم عليك يا ربي بلوعة رقية ويتمها ولوعتها هل صغيرة شافنا وشاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اكو بيت انا اقرا يوم ثالث محرم ما اعطي المشايخ، اقرا يوم ثالث يقول حجاج وادي كربلاء دون البرايا عافوا ثياب العيد وامتدوا عرايا والعيال ومن نسف الدماء اغلى هدايا وانا هدية عيد راسي حق رقية. شافنا وشاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من دعونا لهم وخصصناهم بالدعاء شافهم بشفائك داويهم بدوائك عافهم من بلائك يا كريم. إلى أرواح موتى الباذلين وأرواح موتى الحاضرين وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. من دمعة تجاه